ازيكم في فيديو جديد. النهارده هنتعرف ازاي هنعمل الشكل ده على بلندر بطريقه سهله وبسيطه جدا. اول حاجه طبعا هعملها ان انا امسح الكيوب اللي عندي لو تقريبا موجود في بلندر بس علشان يتمسح. بعدين هاجي عند البريفرنسز واكتب اد اكسترا او اكسترا بس، وهختار هنا اد مش واتاكد ان انا مفعلاها. هاجي اقفل ده واقول شيفت ايه، ومن مش هختار اكستراز، ومنها هختار تيبوت. هاجي عند الريزوليوشن واعليها شويه 10، وبعدين هختار رايت كليك واخليها سموث تبقى عندي بالشكل ده. هنيجي دي كده احنا خلصنا الشكل الاساسي اللي عندنا. هنيجي نعمل العينين برضو من مش هختار الحلقة اللي عندي دي واغير شوية في القطر بتاعها، اصغره سنة بسيطة، خليه 75، وعلي طبعا دي شوية من 12 خليه 20 مثلا او 21 ماشي. هنيجي ندوس سلاش من الكيبورد وندوس هنا عند حرف الزد، ومنها اختار تاب، ومن التاب هدوس هنا دي عشان تخليها لي شفافة. هاجي احدد النص اللي تحت ده واعمل له اكس وامسحه. بعدين هدوس تاب، او من هنا من edit مود اختار object مود، وبعدين رايت كليك واخليها سموث، وهرجع تاني اقفل ده. كده انا كأن عندي العين. هاجي ادوس رقم 1 من الكيبورد او اكس من هنا لو انتوا عندكم لابتوب. هاجي اعمل روتيشن من هنا واختار -90 من الموف تول اللي عندي، اطلعها كده قدام شوية وارفعها فوق وابدأ اصغرها واجيبها كده. طبعا انا مش هاجي اعملها هنا مانوال ان انا افضل الفها واحاول اجيبها عالية عشان هي مش تظبط بالطريقة اللي احنا عايزينها. طب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا عند سناب نفعلها وندوس على السهم ده هنختار فيها فيس بروجكت وهنفعل اول واحدة واخر واحدة. هنيجي بقى نشوف اللي هنا، شايفين بقت عندي عاملة ازاي؟ بقت معايا في اي انحناءات هي بتاخد الشكل. انا هاجي اشوفها من الزاوية التانية وهجيبها كده، وبعدين هاجي عند الموديفاير اللي هضيفه هو الميرور. هختار من اد موديفاير ميرور وهختار الاكس عشان هي عندي هنا، وهجيب اللي عندي زي القلم دي ادوس هنا على البرود وهبعدهم شوية عن بعض كده. عايزة اعملهم الفها جزء بسيط بس من كده، واقفل الجزء اللي مفتوح تحت ده. فهعمل ايه؟ هدوس من تاب واختار هنا الادجز، اختار الجزء ده، استنى اعملها لكم زوم عشان تشوفوها بوضوح اكتر. اختار الجزء ده الحد اللي موجود ده عندي والت شيفت من الكيبورد الحد اللي جنبها كده هحدد لي الجزء كله. ادوس سلاش بقت متحدده كلها، بعدين ادوس حرف الاف عملتها لي فل. هاجي عند الناحيه التانية نفس الكلام، ادوس ده والت شيفت من الكيبورد وادوس اللي جنبها تحدد لي، وبعدين ادوس حرف الاف. من هنا اختار اوبجكت مود وبعدين هدوس على سلاش من الكيبورد. هاجي اعمل زوم اوت وبقت عندي بالشكل ده. هاخد منها نسخة تانية شيفت دي وادوس بعدين على حرف الزد من الكيبورد وهلغي الميرور عشان ده اللي هيكون عندي شبه البق. هنزلها كده تحت شوية واعمل ار والفها. الميزة اللي عندي انها خدت برضو نفس الشكل، بتروح معايا في اي مكان انا عايزاه. نيجي بقى من هنا ونعدلها وهطلع فوق اقفل السناب اللي عندي، وكده احنا خلصنا يعتبر 50% من الشغل اللي عندنا. هنيجي نعمل ايه بعدين؟ هنيجي نعمل الشكل اللي عندنا اللي هو يكون شبه الرجل ليها. دوس شيفت ايه ومن كيرف هختار بس. هي طريقة قد تبدو غريبة شوية بس هي يعني بتفي بالغرض، ده أهم حاجة. دوس تاب أو من هنا هختار edit مود، همسح أول وآخر واحدة X vertices، وبعدين هدوس عند الموف تول أنا محدداهم، هروح أجيبها كده شوية
وهاجي من هنا عند الجيومتري هعلي الدبث، وبعدين هدوس الجزء اللي فوق ده، هدوس Alt S، وبعدين كده انا خلصت الرجل الاولى. هاجي عند التانية ادوس شيفت دي وحرف الاكس، هنيجي نعدل عليها، نعملها كده ار وارفعها فوق شوية، وادوس حرف الاي، وتكون عندي كأنها دي شبه الركبة، انزلها لتحت سنة بسيطة. طيب انا دي محتاجة انزلها بس حاجة بسيطة كده، وبعدين هنيجي بقى نعمل اللي هتلبس في الرجل اللي شبه الكوتشي يعني. ندوس كيوب سكيل، نصغره ننزله تحت شوية، وبعدين هنا هاجي ادوس سلاش عشان عايزة اشوفها لوحدها بس. هاجي بعدين من object mode اختار edit mode وادوس حرف الار كنترول ار، ومن هنا هقسم المكعب عندي نصين، وهختار هنا من الفيسز دي، وبعدين حرف الاي لو مش متفعلة في اتجاه الزد حاولوا تعملوها، ودي هختار جي اكس تكون كده. دي محتاجة بس ترجع ورا سنة بسيطة، هتكون عندي كده، ودي تترفع فوق. وهاجي من الموديفاير هختار subdivision وهعلي الليفلز. لو امكانيات الجهاز بتاعكم شويه ضعيفه تلغوا الجزئين دولت، وما تيجوا ترندروا ابقى فعله. انا عملتها هنا على 3، وبعدين هاجي عند الجزء اللي انا محدده تحت ده هدوس حرف الاي، بقت عندي كده، شدها لجوه بسنه بسيطه، وهطلع فوق هاجي ادوس حرف الاي من الكيبورد، وبعدين حرف الاي زد، حرف الاس، وعندي طلعت بالشكل ده. ممكن اسحب دي بره قدام شويه، رايت كليك خليها سموث، وبقى كده عندي شبه الكوتشي. ادوس سلاش، طبعا احنا عشان عملناها لوحدها فاحنا مراعناش النسب، فالموضوع بسيط. هنيجي هنا من سكيل او من حرف الاس ونصغرها، مفتول كده. هاجي اسحب دي لورا شويه، هاجي ادوس الجزء الشفاف ده من الفيرتسز دي، هرجعها لورا سنه بسيطه، والعكس برضو. بس الموضوع بسيط. هاجي بقى اعمل ايه؟ اختار منها شيفت دي اكس، وبعدين هرفعها فوق واعمل ار، وكأنها هي هنا ملبوسة فيها، شوفها من كل الزوايا كده، معقولة سنة بسيطة. بس كده احنا كده خلصنا المين كاركتر اللي عندنا. مش باقي حاجة غير ان احنا هنحدد دولت كلهم، ونعمل هنا من الروتيت كده، وهنزلها سنة بسيطة، وبقت عندي بالشكل ده. هاجي بقى اعمل ايه؟ هعمل الحاجة اللي هي كأن بتصب فيها المية او الشاي او ايا يكن اللي فيها، بس انا عايزة اخلي فيها وردة وكأنها يعني ايه بتفتح. فهنيجي ندوس من ماشي، هنختار سلندر، نسحبها كده ونجيبها كده شوية، هدوس حرف الاس اصغرها، وبعدين من اوبجكت مود اختار edit مود، اختار الجزء الشفاف او alt z، بعدين حرف الاس واصغرها، ودي هنزلها سنة بسيطة، هندوس هنا من فوق، اختار حرف الاي وحرف الاي، وبقت عندي ان احنا نعمل كأن فيها ورد. فهدوس شيفت ايه
ومن كيوب هدوس كنترول 2 أو subdivision، فهندوس subdivision ونخليها هنا على 2 بس مبدئيا. دي هتكون كأنها بتاعت دوار الشمس، الكرة اللي هي موجودة فيها. وبعدين هدوس شيفت دي حرف الزد، كنت شرحتها قبل كده في القناة بس نرجع تاني مفيش مشكلة. هنيجي ندوس حرف اس زد كده فوق شوية. هنا بقى هنعمل ايه؟ نضيف موديفاير جديد وهو array، هخليها مبدئيا 6 الكاونت، وهلغي الريليتيف وافعل الاوبجكت عشان يعملها لي في دوران لازم اخليها مربوطة في حاجة، فانا بس هحدد دولت كلهم وادوس حرف الاتش عشان يعملها لي هايد. فاحنا بقى هنا عندنا محور المركز اللي موجود في بلندر، واللي هي المحور الشكل ده اللي هو النقطة الصفرا دي او البرتقانية ايا يكن. هاجي بقى اعمل ايه؟ هدوس كنترول ايه واختار all transform، فنقلها لي هنا في المركز. بعدين ادوس رايت كليك واخلي set origin واقول geometry to origin، رجع لي كلها بقت في المركز. دي اول خطوة. تاني خطوة هدوس shift a ومن empty هختار plane axis وادوس كنترول A وانا محددة plane axis all transforms، او مش متحددة عندكم وانتم مش شايفينها لانها شفافة. هنيجي هنا عند empty وهي اتفعلت لي، فهنيجي نختار نفس الكلام all transform. طيب انا هنا موجود كل حاجة، بس هنا الاوبجكت اوفست اللي احنا قلنا هنربطها بالempty احنا لسه ما ربطناهاش، فهنعمل ايه؟ هنيجي نختار دي وهننزل تحت خليها مربوطة بالempty. هنيجي بقى ارفع دي فوق سنة بسيطة، ودي حرف الار شكلها في البداية خد بس ما تقلقوش. اسحبهم هنا بس في الدايرة وانا محددة الامتي، هغير اماكنهم. شايفة بس ان هي دي ممكن تتمسح، احنا محتاجين 5 مش شرط 6. وبعدين نليها بالشكل ده. من edit mode دخلت عليها، دوس هنا شفافية وعدل عليها. واخلي دي كده سموث اكتر. نيجي من الجزء ده نعمل اس في اتجاه الواي، سوري لازم نحددها هي والامتي عشان ما يتغيروش. اس واي تصغر كده سنة بسيطة وبقت عندي بالشكل ده. محتاجة بس الليفلز بتاعت السب ديفيجن بتاعي لسنة بسيطة، يبقى 3 عشان تكون سموث اكتر. هنا بقى عايزين نعمل اللي هي بيكون الجذع كأنه بتاع الوردة ولا الغصن باين، فهختار من كيرف سوري، هختار باث واقول ار 90 ومن تاب هلغي اول 3 واقول اكس ديليت، دي هرفعها فوق شوية وهجيبها كده صغرها بحيث تبقى متوصلة كده. طبعا هي لسه مش باينة عشان انا ما عملتش الدبث كده. ده وده وده هرفعهم فوق. دي محتاجة بس تلف سنة بسيطة كده مظبوط. وممكن نعدل عليها من edit mode ودي تصغر سنة برضو بسيطة. وهنرجع بقى اللي احنا عملنا لهم هايد، نفتحهم تاني عندي بالشكل ده. دي محتاجة تتجاب كده شوية، ودي محتاجة يتعمل لها روتيت بسيط خالص يعني لا يذكر كده. دي ودي طبعا محتاجين يترفعوا فوق. وبس كده احنا كده خلصنا الشغل بتاعنا، بس ممكن نضيف عليها شوية مثلا ورود
هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. تعالوا ممكن نكرر دي، نعمل شيفت دي، وابدأ بقى اعمل لها مثلا R90 او شيفت دي برضو. نضيف اخر حاجة عندنا البلين من مش ننزلها تحت كده، وهدوس انا عايزة اخدها من الزاوية دي، فهقول كنترول الت 0 بقت عندي كده. احدد الكاميرا واقول جي زد، وبعدين هنيجي edit mode، نختار اللي ورا ونقول ايه زد، وبس كده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولو حسيتوا ان هو ممكن يفيد حد ممكن تعملوا شير معاه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير.